عشتي واحد القدر في الحياة اللي أنا زوجية كنواجه صعوبات في الحياة كما بغات تكون، ما كتبينش داك الخطأ اللي عندها تا كتزوج أو هو كذلك. هنا كيكون المشكل، شكون اللي غادي يفكها الطلاق. زوجتي في 19 سنة. كان واحد الحب رابط قوي، حيت داك الحب ما يمكنلكش تمسحو بقومة. راه حب، راه إحساس، راه عطاء، راه عشرة. ولكن ما كنتيش زعما مجتهدة، كنتي كسولة. ولكن موهبة عطاها لي الله. علاش غنجلس انا نفكر كون خدمت استاذه اش غندير كاع؟ راني خليت الدرس وبركه كنخلي على قلبي. باش بنت وفي الدار البيضاء اللي كنقول عليها الدار البيضاء غولة، ودخلتي لمنها الليل، واش كنتي خايفة ولا زعما؟ كان واحد الاحترام متبادل، ولا كانت شي علاقه غتكون كتكمل الزواج. فوقاش كتوصل المرأة كترضى بالقدر خيره وشره؟ الشخصيه كتربى مع الزمان، مع الصدمات، لان المراه ماشي كتنسى، كتناسى. أنا سعاد، السلام عليكم. شرف لي كبير أنك تقبلي الدعوة ديالي وتجيني في بودكاست البصالة. أنت إنسان عزيز على قلبي، وديما كنعتكري بالخالة احتراما وتقدير ليك، ما شفت منك غير الخير. واليوم كذلك باش أنك تجي عندي وتقبلي الدعوة ديالي، كبرتي بيا بزاف. باش نلقى حنا واحد الاسم اللي كبير، اللي بدا في واحد الكارير مع رواد الفن الكبار، وتقاسم جدا المجالات سواء التمثيل أو الغناء. شكرا لك بزاف. اولا انا جيت لعندك حيت عندي لك واحد الحب عندي عزيز، وكان نحس بيك بديك ديك الانرجي اللي كتعطي لراسك وكتعطي للناس. يعني عندك واحد العلاقه مع الحياه، تحدي، كتوصل للناس بان ما كاينش شي حاجه اللي غتحبس الانسان ما يعيش الحياه ديالو. فلهذاك تكونات واحد الحب. وليتي بحال واحد من ولادي. كنحس بيك ملي كتكون مقلق ولا تكون مريض ولا تكون فرحان، كنحس بك. ونهار اللي اتصلتي بيا وقلتي لي نجي لعندك هذا، فبكل سرور ولما لا. الله حصل لي يحفظك. الشرف. الله يحفظك، كلام كبير نعتز به. وباش نبدي زعما كن كل كورس كيجي عندي شي هدف، وكنفرح ان نوصل لواحد الاسم اللي الناس اللي عندهم واحد الوزن واحد الثقل، فراه هذا نجاح في حد ذاته. وكل بدايه كتبدا بقصه، وانا حاولت ما امكن اني في هذا البودكاست نسميه البوصله، باسكو لا بوصول كتكون عند كل واحد باش كيبدا ويعرف النجاح ديالو. انت بديتي واحد الطفوله، واحد الطفله اللي كدندن ملي كتكون كتلمّط الفراش ولا كتسيّق ولا كتنشر، وفي الدراسة ديالك كنتِ واحد من النوع اللي كنتِ كتقراي، ولكن ما كنتيش زعما مجتهدة، كنتِ كسولة. كنتِ كسولة. واش الغنا اللي غلب، يعني صوتك اللي غلب، ولا أنتِ ما لقيتيش زعما راحتك أولا أمانك في الورقة والستيلو؟ بصراحة أها. ما كانش عندي التركيز في المدرسة. إمم. ما باغا نركز على حاجة. دماغي خدامة في الغنا، ولو يكون الأستاذ كيشرح الدرس أو كيشرح شي حاجة. يعني حنا ما يعني كنشوف فيه، كنسمع، ولكن بدون مبالاة. إمم. دماغي خدام. أنني سمعت واحد الأغنية البارح في واحد السهرة كانت فيها الفنانة المرحومة نعيمة سميح. كانت يعني كنراجع كنحفظ الأغاني أكثر ما كنحفظ الدروس ديالي. والعائلة ما كانتش معارضة على هذا الجانب؟ يعني ما كانش بحال مثلًا كتبزز عليك القراية وكتقول لك حيدي من هاد الغنا، شدك لهاد الغنا؟ لا، لا، لا. أنا لقيت اللي ما بغيتش، ما أنا شافوني ما غاداش نقرا. إمم. بيني وبينك، يعني علاش غيكلفوا على راسهم يقولوا لي قراي؟ حيت ملي كتبزز شي حاجة على شي إنسان، يعني بحالها كتضيع الإنرجي ديالك. أنا كنميل للغنا أكثر ما كنميل للقراية. فلقيت راسي ما غاداش نقرا. أنا ما عنديش موهبة ديال الكتابة وديال غنكون مديرة، غنكون، ما عمرني تخيلت راسي بهاكا.
تخيّلت راسي أنني عندي ميكرو كنغني. ومن بين الأقدار اللي صادفوا لالا سعاد أنها تزوجت في واحد السن صغير، تزوجتِ في 19 سنة، كيفاش قدرتِ لالا سعاد واحد السن بنت صغيرة وتدخل للزواج وهو مسؤولية، يعني كيفاش قدرتِ تحمّليها نفسانيًا ونجحتِ يعني أنِك تبني واحد العلاقة زوجية وتولّي وليدات تبارك الله ما شاء الله. وشوف كل واحد يكدب على الكداب يقول لك الإنسان ما كيعيشش في واحد الفترة ديال الحب، والسن المبكر كان واحد الحب صادق. يعني الأغلبية ديال الشباب والشابات اللي حبّوا في داك الوقت كيكمل بالزواج. هاذاك الإنسان سي نورمال ما يمكنليش نتزوّج بلا حُب، إمم، لا ما يمكنش، حنا ما كنبيعوش الكرموس. إمم، خاص الإنسان يعرف أشنو هاذاك الإنسان واش كتبغيه واش وتا هو كذلك، تا هو دوّز واحد الفترة كان واحد الحُب، كان السِن صغير تا هو كان صغيرة. ما كانش ما كناش كنحسبوا أن غيكون مشكل. حنا فترة قصيرة ما داك الحُب ديالنا راه فترة قصيرة، لأن تعرّفنا ما كاملاش سَنة وولدنا الولد الأول وما يعني كان واحد الحُب رابط قوي. إمم. آآ كانت غيرة، كان احترام، فما كملاتش المسيرة. تفرقنا. فرقتِ. من بين هاد الهضرة ديال الفراق، أنتِ عشتِ الفراق يعني عشتِ الطلاق في حياتك، في نظرك شنو اللي خاص اليوم يركّز عليه الشباب ملي يبغي يتزوّج، يعني قبل ما يتزوّج؟ يعني واش في هاد الوقت خاص الولد يعني يبني العلاقة الزوجية على حُب أولا غير يتوكّل على الله، يعني يتعرّف على بنت الناس أولا هي كذلك تتعرّف على ولد الناس وتقول الزمان هو اللي غيبني العشاء؟ لا، لا. دابا الشباب تبارك الله ما كاينش شي واحد كيتزوّج بلا ما يحب، إمم، لا من الجانب ديال البنت ولا من الجانب ديال الولد. فكيكون اللي كيعاون في داك الحب أنه ينجح هي العائلة. العائلة إلا كانت كدعمك وكتوقف معاك، ماشي خلّي الماديات وخلّي إمم، غير في المشاعر ديالك إمم، وتناقش معاك. إمم، واش هاد الإنسانة بغيتيها أو عرفتيها غتنجح أنت وياها في الحياة. تقدر تنت تستنتج شي حاجة ما هو ما واصلش ليها، لأن الوالدين أو خوك كبير أو أختك غيكون ناضج في الحياة فاهم أشنو. كذلك البنت حتى هي مع والديها، البنت كتكون مصاحبة مع الأم ديالها. يعني تقدر دابا كاين بزاف ديال الناس ما كيناقشوش هاد المواضيع ديال أنا كندوي لك على الزمان اللي داز إمم، ما كنتيش تقدر تناقش مع أمك أنكِ كتبغي واحد. دابا لا، دابا الأيام العالم تفتّح والعالم تبارك الله الشباب كيقراو والشباب متفتحين على عالم ديال العلاقات مع المرأة فملي كيتزوجوا يقدروا يكتشفوا راسهم أنهم زربوا أو غلطوا، ولكن داك الشي كيرجع للتربية ديال الإنسان كي داير. كتكون البنت يمكن ما كتبيّنش داك الخطأ اللي عندها حتى كتزوج أو هو كذلك. هنا كيكون المشكل. شكون اللي غادي يفكها؟ كيفكها الطلاق. فحنا ماذا بينا يتنقص الطلاق، ماذا بينا يكونوا الناس كلهم عايشين في حب وفي سعادة وولدوا وليداتهم في آآ مجتمع زوين. حنا المجتمع المغربي زوين. يعني كيساعدك أنك تزوّج، كيساعدك غير هو ماشي تنوض تزوّج وأنت ما كدير والو، ما خدام ما والو وتقول غنوض نتزوّج. والبنت حتى هي تقول صافي راه دابا تجي واحد الوقت ويخدم ويجي لا، راه الضحايا هُما الولاد اللي غادي تجيب. لأن دابا بزاف ديال الناس كيتسرعوا كيتزوجوا كيولدوا، هذاك الولد راه ضحية. إلا ما كنتيش أنتِ خدامة أو هذاك السيد اللي تزوجتِ به ما خدامش، أشنو ذنب هذاك الولد؟ إمم. كنتمنى أن العلاقات ديال الحب يكون فيها نقاش باش يعيشوا الحياة. كلامِك محلو وزوين وبغينا في هذا الوقت حيت صراحة عندك حق أنه ملي كنشوفوا اليوم الطلاق كتر، المحاكم ولات كتستقبل
كنا آه، نهار نتلاقى بزاف، يعني ما بقاش كيما زمان العشرة كتمتد وكدوم، يعني واخا طلقتي كتكون بعدا دوزتي بعدا واحد السنين، دابا عام عامين كتلقاي الناس آه، آه، مطلقين، ومن بين هاد الأسباب ديال الطلاق نرجعو لحكايتك أنك أنتِ عشتي الطلاق، ولكن عشتيه بواحد المنظور آخر، هو تدخل العائلات، ملي كتولي العائلة كتدخل وكتحكم في بعض الأمور، مثلًا الأخت، الأخ، هاد الشي كنعيشوه، يعني كتقول لك أختك كتدخل فيا ولا هو كذا كيقول لها أمك كتحكم فيك أولا كتحرشك، أنتِ واحد الإنسانة اللي بديتِ المسار الفني ديالك في المنهى الليلي. من هاللي ذاك الوقت كان هو الملجأ ديال كل فنان، ديال كل رواد اللي كنعرفوه دابا أسماءهم كبيرة تبارك الله، يعني ذاك الوقت ما كانش عندكم مثلًا آمم، مسارح أولا مهرجانات، كان هو المنهى الليلي، مطعم كيجيو ليه ناس كيجلسوا كينشطوا مع راساتهم، كيسمعوا الموسيقى، كيجي شي فنان كيشتغل وكيمشي بكل احترام. أنتِ كان واحد الحاجة أخرى أن العائلة ديال الراجل ما ما عرفتش واش ما عجبتهمش الفكرة أولا كانوا معارضين على كيفاش هاد البنت كتغني في الملهى الليلي وتزوجتي بها، في نظرك واش ملي كيبقاو يتحكموا 10 ديال الناس أو 9 ديال الناس في العلاقة، هنا كتهز العلاقة عوض أنه يتحكم غير الراجل والمرا هما اللي يعني مسؤولين أنهم يتحكموا في العِشرة ديالهم؟ هي مسألة عادية يعني ملي كيكون تدخُّل إمم. في العلاقة ديال هنا فاش كنقول لك ملي كيكون نقاش ديال العلاقة ديال البنت والولد، كيكون نقاش بأن ديك الإنسانة راه كتحب هذاك الإنسان وهو كذلك، يعني ما كانش تقدير ديال داك الوقت ما كانش تقدير ديال الحب ديال مع هذا اللي كان فارض الوجود ديالو في العائلة وغادي يتزوج ديك البنت. فأنا ما أنا أختي كانت ضدي على الزواج بأنها باقا صغيرة ولا وحقّا فهمتِ، هو كذلك حين دابا الخدمة ديال الفنان في الملهى وهذا راه ما بقاتش كتألّم أو ما ماشي بحال بقاتش الشعب. عقبة ديال الزواج نو، نو، داك الوقت كانوا ناس كيقولوا لا وهادي ولكن ما كيبحثوش من ورا هاديك البنت اللي كتخدم، يعني خصكم تسولوا، خصكم تشوفوا، خصكم تجلسوا تشوفوها كيفاش كتعيش، فحيت أنا رغم أنني خدمت بالليل وهذا، فحياتي ما تبدلاتش لحد الساعة، لحد الساعة، إمم. باقا أنا، باقا مشاغبة، كنغني، كندندن، كنضحك، هذا يعني حياتي من الأول لدابا باقا هي. غير الوقت اللي كان الطلاق، أنا ما فكّرتش بأنني غادي غادي نطلّق هذه أولًا، هو كذلك ولكن جات شي حاجة اللي فوق من السيطرة ديالي وديالو، تفارقنا وبقيت خدامة، لأن داك الوقت ولات عندي مسؤولية، ما يمكنلياش نجلس، وأنا من طبعي ما يمكنش نوقف مع راجلي في المحكمة، ما يمكنش، هذه من رابع المستحيلات. راجلي دوزت معاه واحد الحب وواحد الاحترام وواحد العلاقة ديال الولاد وهذا ونوقف معاه في المحكمة، علاش؟ لأن عندي مدخول، أنا خدامة، يمكن كنت نوصل معاه للمحكمة على أنني ما خداماش ما عنديش، خدامة، اقتنعت في الآخر اقتنعت بأنني هذيك الخدمة هي المسار ديالي في الحياة، إمم. يعني وليت كنفكر أنني خصني نخدم وخصني ناخد وخصني نكري وخصني نكسي ولادي وخصني نقري ولادي وخصني يعني ما بقيتش ديك سعاد حسن حرة واخا تزوجات صغيرة طلقات راه ما عندهاش الولاد عندي الولاد ما يمكنلياش ما نخدمش وداك الوقت إلا ما خدمتيش لدابا الآن يعني هاد الإنسان ملي ما يخدمش وما يقلبش على فين يتخشى يخدم وما يقلبش على حيت ما يمكنليش يدير عائلة من واحد باش يخرج يطلب إمم. ما يمكنش، وما تنساش ملي كيكون الراجل ما خدامش كيكون طلاق، ملي كيجلس من الخدمة أو هذا كيكون طلاق، باش الطلاق ها هما تفارقوا، هي ولات تخرج تقلب هي على خدمة
هو خصو يتقاتل لأنه خدم واحد الفترة وجلس، علاش؟ كيولي نفسانيا مريض، كيولي دماغه خدام غير مع اش درت انا. ولكن باش بنت وفي الدار البيضا اللي كنقولوا عليها الدار البيضا غولة، اه، بركان كيتفرقع آه، دار بيضاء وي. كيفاش كنتِ أولا كيفاش حسيتِ أول مرة طلعتِ تغني في داك الجو ديال الضو والملهى، واش كنتِ خايفة والّا زعما؟ بغيت تعاودي لي شي قصة على أول نهار طلعتِ تغني، واش كنتِ خايفة أولا قلتِ نزعم يعني واش هاد الشخصية ديال سعاد حسن من الصغر كانت أولا مع المدة رجعتِ دابا هاكا يعني حرباوية؟ انا بالعكس، نهار اللي قدموني انني غادي نغني، واحد الفرحة، ما عرفت فين كنت طايرة، ناس نسيت العالم، اش غندير ولديك الخلعة ديال اش غندير، نو نو، لأن ملي دخلت لقيت واحد الفرقة ما شاء الله، فرقة تبارك الله، اللي كانت برئاسة الفنان مصطفى الحباري، عزيز الحباري، دوماجور الله يرحمه، الخضري الله يرحمه تا هو، كانوا ناس ميلود، ناس ماتت واللي باقا، اللي ماتوا الله يرحمهم، واللي يعني كانت ذاك الوقت كانت الفنانة ملي كتكون تغني كيراعيو السن ديالها، هادوك العازفين إمم، ولا حيت كانوا المغنيين، كانت واحد العلاقة كتربطهم، جورة، صداقة، ما كانش ديك اللهفة ديال لا خاص لا، كان واحد التخوّف على هاديك البنت اللي كتغني معاهم، وهاد الشي أنا عشتو، أنا ما يمكنليش نقول شي حاجة ما عشتهاش، وصحاباتي اللي كانوا خدامين معايا كلهم تزوجوا، كلهم تزوجوا فنانة. اللي مجوجة أورغانيست، اللي مجوجة نياتي، اللي مجوجة جيتاريست، دابا واستمروا في الحياة وولدوا ولادهم. هذا كان واحد العلاقة ديال البنت السن صغير أو كبير، هذا كان واحد الاحترام متبادل، إمم. ولا كانت شي علاقة غتكون كتكمل في الزواج. أنتِ عشتِ واحد القدر في الحياة وغنرجعوا نقولوا أنه عادي، اللي هو الخيانة، خيانة زوجية عشتيها في حياتك. ما ألمتنيش. بغيت نسولك عرفت أنا ما ألمتكش أنتِ أنا عارفاكِ إمم. دي جوردية، ولكن واش هاد المرا يعني المرا مجملًا غيكونوا كيسمعونا وكيشوفونا شحال من وحدة شافت شي راجلها أولا حصلت راجلها خانها، ولكن المرا مين كتحط في هاد الموضوع هذا وكيجرحها، حيت كاينة مرا أخرى اللي خانها راجلها معاها، كيفاش كتقدر في نظرك أنها تتحدى هاد الصدمة هادي حيت كتبقى قاصحة؟ أنتِ لالة سعاد حسن عشتِ هاد الظرفية هذا، كنتِ أنه كاين الخيانة من خدامة ومن صاحبة قريبة ليك، هاد الصدمة هادي كيفاش تخطيتيها؟ كتكون صدمة وكيكون ألم، كيكون دموع، كيكون بزاف، ولكن آآ خاصك تحداها، خاص تكون عندك واحد الجرأة، لأن آآ حيت كاين بعض الناس يقدروا يدوزوها، إمم، داك الشي على حساب شخصية الإنسان. كاين ناس اللي يقول لك صافي الكمال لله سبحانه، هي الكمال لله، ولكن فين أنا في هذيك اللحظة اللي فكّر أنه يدير أو يخونني أو إذًا أنا ما كايناش، فخديت قرار ديالي، ما فيش رجوع، خلّوها المصريين، كل يعيش حياته، ونزيدك واحد القضية، آآ لدابا علاقتي معاه مزيانة، كنسول عليه، كيعيط ليا، كنهضر معاه، كنبقاو هذا يعني صافي داك الموضوع ساليناه. إمم، ما عندناش علاش كان هذاك الموضوع غادي يبقى يتجبد أو يبقى يكون فيه مشكل، كون رجعنا، لأن المرأة ماشي كتنسى كتناسى، كتجلس ملي كتشوفو جالس أو داك كيبدا دماغها خدام، كتفكر داك الشي، يقدر يكون مشكل ديك الساعة،
فأنا ما بالعكس أنا مشيت في حالي، هو مشى في حاله، واحد الوقت دازت واحد الفترة، دابا علاقتي معاه مزيانة، صافا سعاد لاباس بخير راك داير الوليدات أنا كذلك كنسول عليه كان وعيا واحد الوقت، كنسول عليه عادي، نسول عليه عادي. فوقاش كتوصل لمرا تربي هاد الشخصية ديال القبول و كنقولوا التباتة، يعني صافي وكترضى بالقدر خيره وشره، كي قلتي نتيا وقع الواقعة صافي نديرو واحد الحد ديال الطلاق حيت ربي حلل الزواج وحلل بيان الطلاق، سور. يعني أنا غنطلقو ولكن نخلي واحد العلاقة احترام على ود العشرة اللي سبقات قبل. الإنسان ما فوقاش دواش المرأة قليل. فوقاش المرأة تقدر توصل لهاد المرحلة أنها تقبل وتعرف أن هاد الشي راه أقدار ديال الحياة، عوض أني ما نكون في راسي ونبقى ندب خصها آآ وما عرفت أنا ما يمكنلياش نحكم على لأ من الناس، خلال خص تجربتِك المرا أنا. تكون عندها واحد اهم، القوة في اهم، شخصيتها، وتكون عارفة راسها غتقدر تستحمل البعد على هذاك الراجل، تستحمل أنها غتنساه أو تعيش حياة أخرى، كتبني حياة أخرى، تقدر تلاقى مع إنسان آخر يقدر ينساها في داك المشكل اللي داز، هو كذلك لأن كيعيش حياته تا هو مع مرا أخرى وهذا، فالشخصية كتربى مع الزمان ومع الصدمات، كت ك إلا ما ترباتش فيك الشخصية القوية في دوك الصدمات اللي كتصدم واللي كتشوف من مرض، من موت، من كسايد، من هذا، ما كتكونش ديك الشخصية، ما يمكنلاش تكون ساهلة، فعلًا. خاصها تكون اهم. خاصك تكون قاد بها. ملي كنهضروا على تقاد بها ونهضروا على هذا الموضوع ديال الزواج اللي عندك والله كلامك موزون وزوين وكيعجبني من كندخل في هاد المواضيع حيت علاش؟ كيفاش كان الناس سعاد أنه الإنسان متشوق يسمع هاد الشي حيت كلنا كنعيشوا هاد الشي، شحال من واحد دابا كيسمعنا ملي غيسمع هضرتك بحال كنقولوا كتسول المجرب ولا تسول الطبيب، لأن سعاد دوزات من هاد المرحلة بحال كتعطيني واحد البلسم. ياه! هضرتك يعني أنا كنهضر معاك والله عاجبني الحال باسكو عارف أنه غتكون واحد لاطوش للناس اللي كتسمعونا، ونرجعوا لهذا الموضوع ديال الخيانة، ألوغ شحال من وحدة مرا كيما قلت لك عاشت هاد الشي اللي هو الخيانة الزوجية وهو من الأسباب ديال الطلاق اللي كتر، إلا بغيت نسولك كرأي كي كتلقاي المشكل أنه كيخلي الراجل يخون ولا حتى على المرات المرا تخون، واش كيما نقولوا الراجل عينو زايغة وكيمل في الساع ولا المرأة كتبين حبها وأنوثتها الأنوثة ديالها كتبينها في واحد المومون ديال عام عامين 3 سنين ومن بعد كتعجز كطيب ما تبقى طيب كتبين ديك المحبة والمودة كتنقص وكيخلي الراجل أنه يقلب على هاد الشي على الاهتمام وعلى المودة في بلاصة أخرى. هي المرا ملي كتكون كتحب الراجل عمرها ما كتعيا من العطاء، ما يمكنلاش تعيا، وتا الراجل راه ما تنساش واحد القضية إمم، باش نكونوا صرحاء، إمم، راه كاينين رجال كيحبوا عيالاتهم وهذا ما يقدروش يشوفوا شي حاجة أخرى من غير مراتهم، إمم، وكذلك المرأة، ولكن واحد النهار وقع في خطأ تقدر تدوز ليه، لأن عمره ما خطأ في حقها، إمم، فهمتي، تقدر دوزها تقدر تقول صافي أنا غنريّب داري وحياتي، وكاينة المرا اللي ما غتستحملش، غتقول تبدا دير تقول لك أنا عطيت وأنا قديت وأنا صاوبت وأنا دارت وأنا درت وهذا، الوقت اللي غتبقى مريضة تقول من الأحسن إلا كانت زعما إلا إمم، كان عقلها غادي يعاونها، غتقول من الأحسن بلا ما نبقى نشوف فيه ديك الشوفة ديال خائن، وهو بلا ما يبقى يشوف فيا ديك الشوفة ديال غبية، كنبوة كنقولوا حنا. إمم، واخا درتو هذا ما حيت كاين بعض الناس كياخدوا الصلح ضعف، كياخدوا التسامح كياخدوه ضعف، أنك سمحتي في الأولى أو الثانية أو الثالثة كيجيب ليهم الله أن هاد الإنسان راه ضعيف، بالعكس راه سامحك حيت بغا يدير معاك شي حاجة، بغا يعاونك أنك تخرج من ديك الشخصية ديال أنك مريض بالحوايج اللي في راسك هذا، بالعكس راه ماشي ضعف. هذاك تصالح مع النفس وتصالح مع الشخصية
وتصالح مع الله سبحانه باش ما تريبش. أنا التسامح ديال المرأة حفاظًا عليك، كتعاونك باش تخرج من داك الشي. فملي كيشوفو هو داك ملي المرأة ولا الراجل ملي كيكون المرأة، حيت الأخطاء ديال المرأة ماشي هي الراجل. المرأة ما غديرش داك الشي اللي غيدير الراجل، مثلًا يخونها ما غتخونوش، يمكن تغلط معاه في الدار، مثلًا تجاوب معاه بشي جواب ماشي هو داك، ولكن غتقدر تسامحو. هو غياخد التسامح ديالها، عندهاش، إذا لا عاودتها مرة أخرى غتسامحني. المرأة بحال البركان ملي كتفرقع راه ما كيحبسها حتى واحد، يعني ملي كتسامح تسامح تسامح في كيجي الآخر واحد كتقول الوقت لك، كطرطق. واش أنا مالي علاش كنقتل في راسي. وما دلك دابا الأمراض ولات على سبة، وليتي دابا كتعصب باش ترجع لنفسك الطبيعية، وهذا خصك واحد ساعتين 3 ساعات 4 ساعات. ما هذا إلا ما كانش بنادم كياخد في قلبه وياخد بنادم دابا ولا كيبعد من المشاكل بأي وسيلة. إيه كنبغيك كتبغيني، فإلا بعدنا غادي يكون واحد الحب ديال الود، ديال الاحترام، وتجي تعيط عليا وتدي الدراري ولد ولا جوج ولا وتديهم وتشوفهم. هادشي في حالة ما إلا كان هاد الإنسان ملي كيطلق المرأة كيسول على هاد الولاد، وهذا حيت بزاف ديال الناس ما كيسولوش، أو بزاف ديال العائلات ما كيبغيوش تقول لي تشوف الدراري. مي هادي كيكون واحد، حيت داك الحب ما يمكنلكش تمسحو بقومة، راه حب، راه إحساس، راه عطاء، راه عشرة فيها الخيب وفيها المزيان. وإلا غتحكم أنك تفرقتي معاه راه ما يمكنلكش تهدر غير في الخيب، غتهدر حتى في المزيان. غتقول لا هاداك السيد راه واخا خايب، واخا دار، ولكن راه كاينين شي حوايج اخرين زوينين كيشفعوا لي على داكشي اللي دار فيه. يمكن على راه كاين الطلاق وكاين الرجوع. شحال من واحد طلق وعاود يرجع رجع. الا كانت هاد المراه ما خرجاتش، بحال بغض النظر على شي ناس كيخرجوا كيهضروا في تيك توك وفي هذا السوشيال ميديا، وكيبداو كي يدويو على علاقتها مع راجلها وكيفاش وهذا، فما يمكن لياش نرجع ليه. ومع كامل احتراماتي حتى هو ما يشرفوش انه يرجعني، لان ملي نولي كاع الناس كتعرفني بانني غلطت واحد الغلط او قلت او درت هذا، وكتعاودي على عيب ان الانسان يعاود على اسرار دازت بينها وبين راجلها، وعلى اسرار دارها، وعلى عيب. حيت كيقولوا الناس الاولين دير الماء منين يدوز، هي عرف بان راه يقدر يكون رجوع. ولكن الا كان راح ما نساوش ان الشخصيه ديال الراجل راه ماشي هي المراه، راه واخا يبغي هذاك الراجل يرجعك ما غاديش يرجعك، لان نفسه حارة. قيمته مسحتي بها الارض. الرجال قوامون على النساء. الاحترام ديال الرجل ماشي هو المراه، الاحترام ديال الرجل أنا خصني نحترمو. دوزت معاه واحد العلاقة، ولدت معاه الولاد، ضحكنا لعبنا لبسنا سافرنا، واش فهمتي، داز السبيطار والديا ولا والديه، وكانت الموت، وكان يعني كان داك السيد كيحضنني الوقت اللي كنكون مريضة أو كنكون. راه حتى الراجل هو كيعطي المرأة، ماشي نقولوا على مرأة. الإنسان ميزان هكا وهكا. من بين أصوات الغناء خرجتي واحد الأغنية سميتيها حتى ولفتو. حتى ولفتو عاد أخو عليا الدار، أخوة عليا الدار، وغنيتيها على على الابن ديالك الله يرحمه. الله يرحمه، على عادل الله يرحمه. واش الغناء في بعض الأحيان كيكون كتفرغي اللي في قلبك بلا ما يسمعك شي حد، ولا هو هواة بطريقة ديال الغناء؟ شوف، أغنية ملي كتغنيها بإحساس بداكشي اللي حاس بيه انت، كتخرج بديك الطريقة اللي عندك انت، يا مقلق يا فرحان، يعني ملي كتكون طلع تغني كتعبر على شنو عندك لداخل.
كتعطي كتر من داك الجهد اللي أنت غتغني ديك الأغنية فيه. غنقول لك واحد القضية غتجيك بيزار. أنا ملي كنكون مقلقة على شي حد ولا كيكون مسني في شي حاجة اللي إمم. كندير الأغنية ديال حسيبك للزمان، حيت واحد أغنية كنحسها بحال الانتقام، إمم. بحال كتوصل لي بأنني أنا غضبانة عليك وغنخليك غير للزمن، حيت الزمن راه واعر باش يخلصك، صعيب. راه إلا خلصك الزمن راه ما بقات لك حتى حاجة تزيد للقدام راه ما بقى والو. حيت ملي كتقول لي سير خليتك للزمان، هاديك حسيبك للزمن كنحس بها أنا بحال كتنتقم ليا. سيرتو ملي كتقول لي تشكي مش حاسأل عليك، تبكي مش حارحم عينيك، ياللي ما رحمتيش عينيا لما كان قلبي في ايديك. يعني شوف، الحب فيه حب وفيه عاطفة وفيه انتقام. يعني الكلمات نمشيو الأغاني المغربية حتى هي كانت التعابير ديالها كانت كتوصلها للإنسان بطريقتك. تبارك الله ديك في قلبي جرح قديم، يعني كيغني بشي حاجة بحال مألماه فكيوصلها للناس. الفنان ديما ملي كتكون عنده شي حاجة مألماه عارف أنه غيغني شي أغنية باش يخرج داكشي اللي عنده لداخل، ما يقدرش غيطلع ويقول لك ها يلا ديروا لا، غادي ندير شي حاجة اللي أنا يا إما تحسّي بها. مألماني يا إما مفرحاني ونغني وكتوصل ليهم بالإشارة ديالك. ولكن رغم أنك أنت مقلق ورغم أنك أنت حزين لداخل، ديك الابتسامة ديما أنت دايرها، على قبل الناس. حيت ما يمكنش إمم. توصل الحزن ديالك لداك الإنسان هو باغي غير يسمع ويطرب مع راسو ويمشي. أنا هكا. الناس يعني عشتِ في أوروبا واحد الفترة، فين؟ جرّبتِ الغُربة في أوروبا مشيتِ وهاجرتِ، آآ تحديتِ لواحد الصعاب، لا سُعاد نعسات في الزنقة، آه. الشتا، خدمتِ وكتجمعي درهم بدرهم باش تصيفطي لولادك ياكلوا ويشربوا ويكريو، واحد الوقت جا القدر ربي درتِ الجنسية. آه. خديتِ جنسية بلجيكية، لأن سعاد عندها جوج جنسيات، جنسية مغربية طبعًا أولًا اللي كتفتخر بها حيت هي مغربية، والجنسية بلجيكية بكونها أنها عاشت واحد الفترة وخدات الجنسية إمم. البلجيكية، ولكن رجعتِ عند ولادك حضنتيهم وهزيتيهم وديتيهم لأوروبا وجلستيهم. دابا تبارك الله باش يعرفوا الناس أن لاله سعاد عندها 5 ديال الدراري وكلهم عايشين في أوروبا الحمد لله وكبار وتزوجوا ولدوا. وداروا وليدات، ولكن تما لاله سعاد هزاتهم وداتهم باش تبقى مطمئنة، بحال نقولوا ديري ليهم مستقبل، تبقاي هانية عليهم حطيتيهم تمايا. هاد التحدي باش أنك تعيشي هاد البُعد وهاد الصراع وتجيبيهم وتحطيهم، ودابا في هاد اللاج تبارك الله يمكن عندك 68 عام. 68 عام. 68 شهر قادة طول العمر إن شاء الله نشوفوك بالصحة ودوام. ملي كتجلسي دابا لاله سعاد وكتحطي راسك على المخدة وجالسة هانية وكتقولي وليدي تبارك الله درت اللي عليا، كبرتهم وصلتهم، كتحسي بالراحة بالهنا. يعني هاد الضحكة اللي كنشوفها من لاله سعاد، هاد الشخصية ديال المرحة، هاد راحة البال، واش جاية من هاد الشي أنني درت اللي عليا، اللي كان ملزم عليا راني درتو، ضحيت، كبرت، درت لهم مستقبل أنا دابا صافي نشوف لراسي. الأم ما عمرها تنعس، ما عمرها ترتاح، كداب على كداب، ضروري ما دماغك خدام. واش ولدي مزيان مع وليداتو، واش مرتاح، وحنا باقيين كندويو عليه تقدر تكون حياته العكس ديال داكشي اللي شفت أنا، يكون مكرفس وما بغاش يقول ليا وهذا. الأم ما عمرها تهنى، إمم. ديما بالها مشغول. ديما خاصها تفكير ديال ولادها، حيت الأم كتشوف ولادها ويجي الطوفان، ولادها هما الأولين. شوف دابا هاد الفيضانات اللي جات وكنحييو السلطات وكنقول لهم تبارك الله عليكم
وقلبنا مع هاد الناس ديال القصر الكبير ولا العرائش ولا كلهم المغرب كله كنتمناو ربي يلطف بينا، يا رب. ونتمناو الملكنا يعطيه الصحة يطول لنا في عمره اللي واقف هاد الوقفة ديال ماشي. مع هاد الناس. شفتي المشيشات هازين ولادهم، ما فكراتش ان الواد غادي يديها وغتسمح في ولدها، راه هكاك الام ما يمكنش تدوز ولدك. انا كنت كنقول انا ولادي نشدهم وبغات تفرقع الدنيا تفرقع، بغات تجي الموت تجي، ديما كيولي واحد الخوف. كتولي تقول الا مت انا ولادي اش غادي يوقع، الا ولدي جا ومت واحد ما حل ليه الباب، كتولي هاز مسؤوليه اخرى. خاصك دير جهدين فين يجي ولادك يدخلوا ما يدفعوا الباب ديال تا واحد، وكتولي تقلب على راحته، كتولي تقلب على المشكل ديالو. اش مناش، واش مادي، واش معنوي يعني الام نفسي. عمرها ما ترتاح، عمرها ما ترتاح. هذه خودها باليقين، عمرها ما ترتاح، غتنعس كذب على الكذاب تقول لك ما فكرتش في ولادها. كتاكل ما يمكنلكش ما تفكرش في ولادك، ما يمكنش. انا دابا ولادي كبروا وتزوجوا كيدويو معايا في التليفون كنقول ليه خاصك شي حاجه نحيدها من فمي ونعطي لولدي، فهمتي؟ ولو انا في غنى على ان ولدي يعطيني ولا، ولكن خاصني نعطي لولدي باش ما يبانش ليا ولدي ضعيف في حياته، او شفت الوقت ديالو ريبه وما نوقفش معاه. خصني نوقف. ولكن هذه راه كلشي الامهات كاملين، انا ما كنقولش انا، لا كنقول فهمتك. لك الام. الأم. الام بصح. هي هكا، الام تهز ولادها بسنانها، مش تهز ولادها هكاك. الام عرفتي واحد القضيه، الام ملي كتقرب لها لولدها راه ما يمكنلكش تحس بداك الشيء اللي كيجي، راه تقول لك نشدك ندخلك من، يعني بحال شي كارطونه غتشرقها ولا باش تقول. كتنعس. انا كندخل دابا ياك مثلا عندي سواعه كنمشي نخدم ونجي ياك، كندخل كنلبس بيجامتي كنجلس، ديك الوقيته كنحط قهوه، نشرب قهوه ديالي، ولكن دماغي خدام. كنفيق الصباح كنعيط، ولدي صافا مزيان، الخدمه مزيانه، وليداتك صافا. في العشيه ملي تكون مع وليدك وبنتك دير لي الكاميرا، كنهضر مع ولدي ونهضر مع وليداتي. الاخر كذلك، بنتي خلاص هذيك بنتي هذيك ما عرفتي انا نهار عز على قلبي بنتك. صفاء هذيك نهار واقيلا نموت غادي، الله اعلم الله اعلم. حنا الله يطول كنقولوا عمرك يا رب. العلاقه ديالها معايا وولدها عندهم واحد العلاقه معايا بزاف. وطيدة بزاف. يوميا التليفون، يوميا كتهضر معايا بالكاميرا، يوميا كنكون مريضه كتعيط، كنكون كتقولي ما نقدرش نعس ما عيطتش لك. وإلا كنت مريضه ودا كتعيط، كتبكي في خفاء، كتبكي مورايا، كتسولها كتقول لي صافا، تقول لك انا ماما كتبقى فيا، ماما واخا هكاك باقا هازه الحمل. وتحياتي للامهات، تحياتي للناس كلهم اللي كيشوفوا الحياه زوينه، وتحياتي للناس اللي كيعيشوا بالامال، وتحياتي للناس اللي كيقدروا الارزاق ديالهم اللي عطاهم الله سبحانه، حيت لما عطاكش الله ما كيعطيكش العبد. ذكرتي واحد الكلمة زوينة وعندها علاقة بهذا الموضوع قبل ما نكمل، ولكن ما ضروري نطرق هذا الموضوع، هو الآمال وهو الولاد. كلامك موزون وعندك الحق، وانت عشتي واحد الظرفية ديال الغربة. بغيت نسولك شنو رأيك في الدراري ديال اليوم، الشباب اللي كيزعم ويمشي يهاجر ويقطع البحور على ولد الغربة، على أوروبا، فمالو أنه أوروبا راه غتمشي غتخدم غدير الجنسية. واش بصح كيف كيتقال أوروبا ديال هذي زمان كي كنتي فيها نتيا شاتا، ماشي بحال هاد الوقت هذا؟ بصح هادشي كاين. انا هادشي كنقولو، اه. كنقول لهم راه المغرب دابا حاليا مم. راه احسن من اوروبا. راه مم. واخا تهضروا وتبداو، حيت انا ضد دوك الناس اللي كيخرجوا كيبداو يهضروا على المغرب، هذا انا كنكرهو. بعد اللي كيهضر على المغرب خايب ما كنعمرش معاه. ثانيا، الا غتخرج مثلا تمشي مم. لاوروبا، سير بديبلوم، اه. حرفه في يدك،
هذا ما تمشيش لتما وتجلس وتدير هذا وتكون انت في بلاد وتجي البلاد وتبدا تقول لها عاونيني يا خالتي رانا حارق. لاش حارق ملي جاي غير طلب تما؟ بقى في بلاد في المغرب يعني كاينه الخدمه، اللي ما بغاش يخدم. فكنقول لهم زعما انا اوروبا كانت واحد الوقت، اوروبا سالات سالات. الا مشيتي ليها ما قاري، ما عندك دبلوم، ما عندك حرفه في يدك، اش غتمشي دير؟ آه. اي والله يهديهم الله يهديهم. الحمد لله. لالا سعاد قبل ما نكمل معاك، احنا عرفنا كيف الغنى الحمد لله واعرة، والله يخليك لينا ويخلي هذا الصوت اللي فريمون قل بزاف، وما كاينش الشباب اللي كيركزوا على الطرب وكيركزوا على الغنى ديالي شحال. وعرفنا كيف التمثيل، عشنا معاك ادوار كبيره ما شاء الله، سلسلات زوينه لقلوبنا وسورتو في رمضان. وملي مشيتي للتمثيل نجحتي فيه، مم. كتقمصي واحد الدور سورتو كيجيوك ادوار اللي قريبه للقلب بحال الام، العمه، الخاله. كيفاش بديتي في هذا المجال واخا انت ما تكونتيش فيه وكتبقاي مرسومه في بال المغاربه لاله سعاد الممثله المغنيه؟ يعني كيفاش كتقمصي هاد الادوار؟ واش ما كيجيك شي دور انا ما كتحسي انه عاش شفتهمش، في حياتك؟ انا ما شفتهمش هذوك الادوار، ما حسيت بهم عندي. مم. يعني اللي اكتشفهم هو المخرجين اللي تعاملوا معايا، مم. وكان واحد تشجيع من عند اللي درت مع سيمو، اللي درت مع الفيلم ديال الحاجات، الفيلم مم. السينمائي أشاور. ولكن جاني تشجيع آخر، دعم آخر ماشي مادي، دعم نفساني مم. من عند المخرج دريس الرخ اللي كنوجه ليه التحية، ومن عند خالد النقري، من عند صفاء بركة، من عند الزوج ديال المخرج كتمشي لي السمية ديالهم أنا كلهم غيتقلقوا عليا. مم. المهم العمل ديالي ملي كنكون في التمثيل كنلقاهم كلهم فرحانين أنني نكون معاهم. آه. ولكن ديما كيكون شي فنان أنا ما يمكنليش نتقارن مع مم. ممثل قاري مسرح وقاري مم. كنمشي على الخطوات ديالهم، كنعطي داكشي اللي عندي. ولكن ملي كيكون معايا شي فنان أنه عاطيني الإنرجي ديالو كيعطيك ديك الدعم. كنزيد نتفوق أكثر من داكشي. ولكن الفضل كله كنقول الموهبة اللي عطاني الله يمكن تسقلات في هاد الدومين ديال التمثيل. وعندك واحد العلاقة زوينة معاهم، أن فوق ما كتمشي كتصوري كيفرحوا أن سعاد راه جاية غدندي لينا غتغني لينا. وبصح هادشي قالوا عليا شحال من واحد قال لي فوق ما كتجي كنفرحوا من كتجي عندنا، وحتى أنا فرحان لا لا حيت يخليك، جيتي عندي، لا لا يخليك. فرحان حيت دازت معاك واحد الحلقة زوينة. كلامك كبير، واحد السيدة تبارك الله ما شاء الله كبيرة، عندها واحد الكارير كبير. وفرحان والله العظيم من مجاملة إلا دوينا على مواضيع اللي أنا بغيتهم، اللي ما تعطش ليهم الناس، يعني بعيد على داك الأسئلة النمطية، يعني على مواضيع أسرية اجتماعية من قصتك. كنبغي نقول لك طولة العمر يا والصحة، يا وكنشكرك بزاف وتعز على قلبي. وانا اي واحد كيجي عندي هنايا، حنا من المغاربه كنعرفوا بالضيافه، ملي كيجي عندك شي واحد كتقدرو. وانا ضروري كنقول انا من الواجب ديالي، انا عندي طابع خاص في برنامجي، يمكن انا الوحيد اللي كنقول الا جا عندي شي واحد جالس في هذا الكرسي خاصني نقدرو، حيت راه خلا خدمته، خلا وقته، وجا وجلس وعطاك وبارطاجا معاك شي حوايج اللي ما بارطاجاوش بلاصه اخرى. هذا كنحسبو أنا واجب، وهذا تبادل ديال الاحترام ديالنا قاعد الناس اللي جازو معاك. يعني كاين واحد الاحترام ليك، الله يحفظك يا احترام سعاد. الإنسان كيتحدى الحياة الله يكبر عليك. وكيقاوم في الحياة. فلهذا كنقول مزيان الإنسان يكون عنده التحدي، حيت التحدي ماشي عيب، انت ما كتحداش القوة ديال الله سبحانه، مم. كتحدى الحياة. باغي تعيش الحياة، باغي توصل الميساج ديالك للناس، وباغي توصل الحياة راه ما محدوداش غير هنا مثلا في المرض أو في كسيدة أو لا، الحياة كتستمر صح. بالمرض ديالها بمشاكلها بكل شيء. يعني انت عندك واحد الروح ديال العطاء، نعم. كتعطي بالابتسامة ديالك من صحتك من هذا. فلهذا كان نحيي كاع الناس اللي دازوا معاك، لأن هذا حب ليك. وجميل قلتي عندك الحق، هادشي كاين، ولكن هادشي ما كيكملش الا بالدعم. بيان يعني انا سور. فوق ما كيجي عندي شي واحد هنا وكبير وكنفرح وكيأكسبتني، كتقولي الحمد لله كل انسان كيعطيك ذاك الدعم. يعني لولا هاد الناس اللي ما كيجوش عندك، الحمد لله على توفيق الله. الحمد وتا انا لله، قرايتي الحمد لله، ما الحمد لله، طفلتش على الميدان، مشيت وقريت الحمد لله. وتخرجت. ولكن
كتبقى الكمال على الناس اللي كيجيو الناس كيتيقوا وي فيك وي وملي كيخرجوا هما فرحان. كنتمنى أنها تفرحي اليوم بواحد الكادو وي ويا جبته الناس لك. يا سيادي جايب لي كادو وي وي تستاهل يا قليل في حقك. الله نتمنى يحفظك. أنه يعجبك. شكرا شكرا. أنت تشوفيه إن شاء الله شي حاجة تقليدية مغربية، نتمنى أنها الله تعجبك. يحفظك الله يحفظك. تعز على قلبي، نعم. وأقل حاجة ما نكذبش عليك اللي انا واحد الوقت كانت كتهضر معايا صفاء، قلت لها واش شفتي البرنامج ديال اسماعيل؟ قالت لي شفتو. قلت انا راه ما شفتو حتى شفتو مع الفنانه نجاة عتابو، وعجبني البرنامج، الله يحفظك. عجبني بالطريقه ديالو بالناس اللي كتختار وبالناس هذا. فانا انا من عندي كنتمنى لك التوفيق، يا ربي آمين. وكنتمنى لك النجاح في الحياه يا ربي والاستمراريه، يا ربي. وكنتمنى انك تكون واحد الانسان مقاوم، لا في الحياه الشخصيه ولا في الحياه الفنيه ولا في الحياه المرضيه ولا في... كنتمنى انني نشوفك ديما مبتسم، وديما ربي معاك، وديما وانا شخصيا انا معاك، عارف انا اي وقت انا معاك. عارف درت لي واحد العيد الميلاد زوين. كان عندنا عيد ميلاد ما دار حتى شي واحد. عيطت لي درت لي عيد ميلاد زوين بيني وبينها. الحمد لله. كنشكرك، كنقول لك شكرا على هذا الروح ديالك، شكرا على الصراحه ديالك، شكرا على الكلام الموزون ثقيل الخاطر اللي فريمون الناس متعطشين ليه. الحمد لله. انا سعيد انت يعني فنانه كبيره، كنعاود كنقولها. الله يخلي لك صوتك ويخلي لك وليداتك ويخلي لك صحتك ويخلي لك راحه البال، وكنبغيك بزاف. وشكرا على هذه الحلقه الزوينه. جو تام انا جدا جو تام. الله يعاودك. انا تحياتي سعيد لك. والله يعاودك. شكرا على الاستقبال ديالك الجميل. بالعكس تحياتي لك. تستاهلي ما اكثر. الله الله يحفظك يحفظك. عزيزي، شكرا.